البلبيسي الاتجاه فلسطين المحتلة. مشاهدينا الآن ينضم إلينا من غزة مباشرة المحلل السياسي الأستاذ شفيق التلولي. ورحب بك أستاذ شفيق. أستاذ شفيق، إصرار الاحتلال الصهيوني تنفيذ مسيرة الإعلام في المسجد الأقصى رغم رفض الفلسطينيين لهذا الأمر، ما الأبعاد والغايات التي تكتنف هذا الإصرار لدى الصهاينة على هذه المسيرة بالتحديد؟ يعني أولا تحية لك ولشعبنا الفلسطيني العظيم، وتحية لأهلنا في القدس الذين يدافعون ببسالة عن أقدس مكان في الأرض وهو القدس، وعن الأقصى المبارك. أما عن الدلالات من خلف مسيرة الأعلام فهي دلالات دينية ودلالات سياسية. هذه الدلالات يعني أولا تسترعي من الأمة العربية والإسلامية التصدي لهذه المسيرة والتصدي لكل أشكال محاولات مصادرة الهوية والوجود الفلسطيني على هذه الأرض، لأن القدس أيضا كما هي للفلسطينيين فهي أيضا للعرب وللمسلمين قاطبة. لذلك نحن نرى هذه المسيرة التي اليوم تتجاوز حدود الأعوام الماضية، حيث أن هذه المسيرة وغيرها من الاستفزازات الصهيونية المتواصلة هي منذ العام 1968 حتى اللحظة. لكن اليوم رأينا أن هذه المسيرة يزداد أعدادها. نرى أن هذه المسيرة يعني تمارس أقصى درجات العربدة بحجة أداة الصلوات التلمودية. بالأساس تريد حكومة الكيان إعادة القضية الفلسطينية والقفز عن موضوع الاحتلال إلى الموضوع الديني وإلى الرواية التوراتية المدعاة. نعم، نحن اليوم نقول أن الشعب الفلسطيني يخوض معركة وطنية، وهي بالتأكيد هي واجب مقدس بالنسبة له، ولكن هذا لا يعفي العالم من أن يلجم هذا الاحتلال المنفلت من كل عقال، لأن ما رأيناه اليوم لا تقشعر له الأبدان فحسب، وإنما هو إهانة للأمة جمعاء، وإهانة للعرب، وإهانة للإسلام والمسلمين. ما رأيناه من عربدة واعتداء على المقدسيين، وحتى بلغ الأمر الاعتداء على الصحفيين، الاعتداء على الصحفيين والاعتداء على كل المراسلين الذين يغطون هذا الحدث الكبير، وبخاصة الفلسطينيين منهم. هم يريدون محاولة إسكات الصوت ومحاولة إخفاء الصورة، وقد استمعنا إلى العبارات التي كانت تردد عبر شاشات التلفاز من قبل هؤلاء المستوطنين الذين اعتدوا على الصحفيون، حينما كانوا ينادون بشارات القتل للصحفيين، وكانوا يقولون أن شيرين أبو عاقلة ماتت وستموت فلسطين وسيموت الأقصى. نعم نحن ندرك أن هذا وهم بالنسبة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، حتى وإن سمحت اليوم حكومة الاحتلال لهذه المسيرة، وهذا لم نعهده في الأعوام الماضية، إذ كان هناك محاولات التفاف أو محاولات تغيير لمسارات المسيرة. لكن اليوم أن تغطيها هذه الحكومة الفاشلة أصلا، والتي تعاني من عجز في منظومتها الأمنية إزاء يعني مواجهة الشعب الفلسطيني، حيث لم تستطع مواجهة الشعب الفلسطيني المقاوم، ولم تستطع من أن يتسلل من بين أبناء الشعب الفلسطيني الأبطال الذين يسطرون كل يوم الدرس تلو الآخر في المقاومة الفلسطينية. فهي اليوم تترجم فشلها بهذا التخبط وهذه الهستيرية، ليس للسماح للمستوطنين بالعربدة فحسب، إنما بمشاركة جيش العصابة، هذا الجيش الذي يدعي أنه جيش، ولكنه في حقيقة الأمر هو عصابة تشارك المستوطنين في الاعتداء على المدنيين الفلسطينيين العزل، بل وتقتل الفلسطينيين. ليس فحسب مسيرة الإعلام هي من يستفز الشعب الفلسطيني، ولا من يستفز المسلمين، ولا من يستفز العرب، إنما هناك أحداث قتل مروعة تجري في القدس وفي كل الأراضي الفلسطينية يوم بعد يوم. رأينا بالأمس القريب
كيف قتل هذا الجيش وهؤلاء المستوطنين، كيف قتلوا النساء والأطفال والرجال على الأرصفة وعلى الطرقات. وبالأمس قد استشهد فتى على يد هذه العصابات التي تعتبر نفسها، نحن نعتبر هذه الدولة دولة إرهاب منظم، وهي دولة يعني أبرتايد ودولة فصل عنصري، ونعتبر أنها تعتبر نفسها فوق القانون، وما يسمح لها بهذا الاعتبار هو صمت العالم وسكوته عن هذه الجرائم. هذه دولة قائمة بقوة الاحتلال، وقائمة بفعل القوة والوحشية والقتل وممارسة أقصى درجات الجريمة بحق الإنسانية وبحق البشرية وبحق المدنيين العزل. نحن نقول أن هذه المسيرة وغيرها هو انذار وإشعال فتيل لحرب دينية في المنطقة. وأنا أذكر أن العام الماضي في آيار شهدت فلسطين ووقف العالم على قدم واحدة، واشتعلت فلسطين عن بكرة أبيها في التصدي إلى القدس. هم نسوا ذلك، وأن كانوا قد نسوا ذلك أنا أذكر وأقول بملء الفاه لحكومة الاحتلال ولقادة هذا الجيش الذي يتخبط والذي يقتل بدم بارد: لا تختبروا صمت الفلسطيني ولا تختبروا صمت الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني لم يصمت. الشعب الفلسطيني اليوم خرج عن بكرة أبيه يرفع الأعلام الفلسطينية. هذا العلم وهو رمز السيادة الوطنية الفلسطينية الذي توحد خلفه اليوم كل قطاعات شعبنا الفلسطيني بغض النظر عن مشاربه وانتماءاته. يقول للعالم: نحن سنتوحد وسنأتي بهذه الرايات إلى القدس بإذن الله. طيب، من هذه النقطة ومن حيث انتهيت، الصمود والأعلام الفلسطينية هي من كانت سائدة في هذه المرحلة، كيف تقرؤون تصدي أهل القدس وصمودهم بوجه هذه المسيرة الظالمة؟ وقبل قليل ذكرت نقطة مهمة جدا جنابك الكريم، وهي أن هذه المسيرة ليست وليدة اللحظة، هي من عام 68. ما الذي يميزها هذا العام، خصوصا أن هناك أعدادا كبيرة وجيوش مدججة بالسلاح نزلت إلى ساحات القدس، محاولة لإفراغ القدس من المحتوى الإسلامي؟ ميز هذه المسيرة اليوم هو المقدمات التي سبقت هذه المسيرة. المقدمات تتمثل بصمت وسكوت هذا العالم الظالم من جهة، وأنهم يعتقدوا أن العرب منقسمة على ذاتها، وفي حقيقة الأمر نعم، هذا ما نحياه في واقعنا العربي، وأن الشعب الفلسطيني قد يكون منقسم وأن هناك أو يعاني من الانقسام. لكن اليوم يرد الشعب الفلسطيني برغم كل هذه الانقسامات. نقول أن أهلنا في القدس سطروا أروع آيات الصمود والتصدي لهذا الاحتلال ولجيشه الأرعن، بمعنى أن اليوم رأينا كيف أن شبابنا المقدسيين العزل يذودون عن حياض الأقصى ويتصدون بكل بسالة وبصدورهم العارية دفاعا عن الأقصى. لكن لم يميز هذه المسيرة كثرة الأعداد فحسب إنجاز لي القول، لكن كما قلت لك هناك مقدمات طويلة سمحت لهذا الاحتلال أن يتمادى. نعم، قلنا أن هذه الحكومة حكومة يمينية بامتياز، لكن نحن نرى أن الحكومات حتى السابقة منذ عشرات السنين وهناك إمعان في قتل الفلسطينيين وهناك تغول وتوحش على الفلسطينيين. نحن نقول أن ما جرى على مستوى المرحلة الماضية من سكوت ومن سماح لحكومة الاحتلال بنقل سفارتها إلى القدس، أو عفوا بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وغيرها من الإجراءات التي اتبعها هذا المجتمع الدولي، وهو هؤلاء الذين يسمون نفسهم الفاعلون الدوليون، فمقدمتهم الإدارة الأمريكية التي تشارك اليوم حكومة الاحتلال هو الذي سمح لها بهذا التغول وسمح لها بإدارة الظهر. لكن نحن لا نراهن على أحد، نحن ندعو العالم إلى لجم هذا الاحتلال، وندعو العرب والمسلمين كما ذكرت في مستهل حديثي للدفاع عن أقدس معركة، وهي دفاع عن شرف الأقصى، لأن هذا الذي يجري عار وإهانة لكل عربي ولكل مسلم. نقول أن الفلسطيني برغم من كل هذه الويلات سيتصدى كما تصدى المقدسيون اليوم لهذه الترسانة العسكرية، وسيستمر في التصدي، وما زال شعبنا في القدس يتمترس
في الشوارع برغم الاعتداء على سياراته وعلى بيوته وعلى ممتلكاته، وبالرغم من كل ما يتعرض له من إهانات ومحاولة ترويع وترهيب هذا الشعب، وبالرغم من كل العربدة التي نراها من قبل هؤلاء المستوطنين الذين لا يقيمون وزنا لا للإنسان الفلسطيني فحسب، إنما للعالم بأجمع، ولا يقومون وزن للديانات ولا الديانات الأخرى وبخاصة الدين الإسلامي، بل يتهجمون على أقدس مكان في الأرض ويستبيحون هذه الحرمة ويدنسون باحات الأقصى ويطلقون الألفاظ النابية بحق الرسول الإنسانية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا يعد تعدي على كل الديانات في العالم، هذا تعدي، هذا يريدون أن يعيدون كما قلت في بداية حديثي إلى مربع الرواية التوراتية التي هي سقطت أمام الرواية الفلسطينية. يريدون أن نقفز عن موضوع الاحتلال من جهة، كذلك أقول أن هناك مسألة في غاية الأهمية، هم يريدون كي الوعي العربي والفلسطيني كي يصبح أو تصبح هذه المسيرات يوما بعد يوم مسيرات معتادة، وبالتالي يتقبلها الذهن العربي والفلسطيني، وتصبح أو يصبح العربي يشاهد هذه المسيرات على الشاشة بالأعلام الإسرائيلية وكأن الأمر لم يجري شيء، وكأن القدس والأقصى أصبح لهم، كما يرددون الآن في الشوارع أن القدس لهم. نقول لهم أن لكم ذلك، ولا يمكن لهذه المدينة المقدسة إلا أن تكون للفلسطينيين وللعرب طال الزمان أن تصر، لأن نعم سيرفع شبل أو زارة فلسطينية علم فلسطين فوق مآذن القدس وكنائس القدس، نعم هم يقولون أنها بعيدة ونحن نقول لهم أنها قريبة. وما يجري اليوم وما جرى بالأمس في جنازة شيرين أبو عاقلة، دعني أذكر بذلك الأمر، كيف أن شعبنا تصدى إلى الاعتداء بوحشية على حرمة الجنازة الفلسطينية. نقول أن بداية النهاية هي قريبة، لأن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يمحى عن هذه الأرض، ولا يمكن أن يشطب وجوده، ولا يمكن أن تشطب هويته عن هذه الأرض. نعم هذا الشعب هو الشعب يعرف أنه شعب مرابط على هذه الأرض، ولا يمكن أن يتخلى عن أرض الرباط إلا عندما يصل إلى الحرية والاستقلال. طيب، يعني المتصدين لهذه المسيرة من قبل الفلسطينيين بالتحديد تعرضوا لانتهاكات واعتداءات على يد سلطات الاحتلال، كيف سيكون الرد وكيف ستكون نتائج هذه الاعتداءات على من تصدى لهذه الانتهاكات وهذه المسيرة الدموية؟ يعني الرد من جنس العمل، ولا يتوقع أن لا يكون هناك ردود فعل. نعم نحن نعرف وندرك أننا لا نعيش بمعزل عن العالم، ونعرف أن العالم أصبح قرية مترابطة ومتشابكة، ونعرف أن هناك علاقات إقليمية وعلاقات دولية وتدخلات في كل هذه الشؤون، ونعرف أن العالم يتدخل، والآن هناك مساعي لمحاولة يعني عدم تصعيد الأمر أكثر من ذلك وجر المنطقة إلى حرب أو إلى عدوان قد لا يحمد عقباه كما جرى في العام الماضي. لكن أنا أقول يعني كل النتائج متوقعة، ولا أحد بإمكانه أن يعني يستمر في محاولة كبح جماح الفلسطيني ومحاولة يعني لجم الرد بالمستوى وبالحجم المطلوب. هذا الأمر على العالم الذي يتدخل وغير أن يلجم هذا الاحتلال، وإلا المنطقة ستنفجر، ولا يمكن أن يسكت أحد عن ما يجري. إذا استمر الحال بهذا الشكل وبهذه الطريقة، وإذا لم يتم ردع ولجم هذا الاحتلال وقطعان مستوطنية، فنعم سيكون هناك رد بحجم هذا العمل. ولا نعرف الآن، يعني الكل يترقب والكل يتوقع ماذا يمكن أن يجري. كذلك هناك يعني قوى الشعب الفلسطيني لا تنتظر فحسب، إنما تدرس ما يجري وتحاول أن يعني ترى ما يمكن تقديمه وما يمكن فعله وما يمكن الرد ضمن كل المعطيات السياسية المحيطة بالشعب الفلسطيني والمحيطة بالمنطقة. لكن أقول لكل وسيط ولكل الناس وكل الأطراف وكل من يسمع نداءات وصرخات الشعب الفلسطيني، أولا لا يمكن أن نساوي الضحية بالجلاد، ولا يمكن أن نستمر بالكيل بمكيالين أو يستمر العالم بالكيل
بمكيالين وممارسة ازدواجية المعايير بهذه الطريقة. ففي بقاع الأرض هناك قضايا إنسانية يقف العالم لها على قدم وساق ويحاول أن يتدخل في هذه القضايا، في حين أن الشعب الفلسطيني يتعرض إلى ما يتعرض له من هجمة شرسة، ولا نجد وقفة من العالم ولا من كل الأطراف التي تتدخل، وقفة تقول لهذا الاحتلال كفى، وأن هذا الاحتلال الآن يجب أن يقدم إلى محاكم أو محكمة الجنايات الدولية أو إلى محاكم دولية، لأنه اقترف جرائم بحق البشرية والإنسانية كما اقترفت جرائم بحق الإنسانية في أماكن أخرى. طيب. لا يمكن أن نصمت ولا يمكن أن نسكت على ذلك. ومرة أخرى أقول، إذا راهن الاحتلال على صبرنا ومحاولة تصدير أزماته الداخلية، هذا النظام السياسي المأزوم، إلى الشعب الفلسطيني، وأن يضع الشعب الفلسطيني بازارا انتخابيا لتنافسه على مقاعد ما يسمى بالكنيست، لن نسمح بذلك ولن نصمت طويلا ولن نسكت طويلا. نعم صحيح أن شعبنا الفلسطيني يعني ما زال منهك وما زال متعب من العدوانات والحروب وما جرت لهم الويلات، في سؤال أخير بالمطلق لا يسمح بالإذعان، ولا يمكن أن يسمح بأن يطلق أو يترك القدس وحيدة في يد هؤلاء القتلة المجرمين. أستاذ شفيق، في سؤال أخير في هذا المحور بالتحديد. قبل قليل تحدثت عن قضية الدول والعالم الذي تخلى بشكل واضح عن القضية الفلسطينية. الدول المطبعة مع الصهاينة كيف تنظر إلى ما يحدث اليوم وما هو موقفها في قادم الأيام؟ أتمنى أن يكون جوابك باختصار. يعني هذه الدول التي يعني هرعت إلى تنفيذ ما سمي بالاتفاق الإبراهيمي أو اتفاقات أبرهة التي رعتها الإدارة الأمريكية، يجب أن تصحوا من هذا العار، لأن ما يجري اليوم لا يمكن أن يتم السكوت عنه، ولا يمكن أن تقام علاقات تطبيعية مع هذا الاحتلال بدون أن تنتهي القضية الفلسطينية. وإن كانوا يعتقدوا أن من الممكن أن يأخذوا من فلسطين بوابة لتل أبيب، هم واهمون، لا يمكن أن نقبل بذلك. عليهم أن يراجعوا حساباتهم، وعليهم أن يشعروا على كل مطبع أن يشعر اليوم بالعار تجاه ما يحدث في القدس وتجاه ما يحدث في الأقصى، إذا كان لديه ذرة من العقيدة الإسلامية، وإذا كان لديه ذرة من العروبة. طيب، المحلل السياسي الأستاذ شفيق التلولي كنت معي من غزة مباشرة، شكرا جزيلا لك.